محمد صلاح قال قبل البطولة يا ريت الناس ما كلهم يقفوا ورا المنتخب. احنا صلاح هنقف جنب المنتخب ونبعتره. كلنا فعلا المفروض نقف جنب المنتخب ونبعزقه. يعني المفروض كلنا فعلا نسمع كلامك، هنقف ورا المنتخب فعلا. بس هنقف وراه ونعمل لكم حاجة وحشة. ليه بقى؟ علشان انتوا لعيبة عالة. وعشان انت اول مرة على طول كنت بدافع عنك. اول مرة اشوفك بتلعب، انت تحس انك انت جاي بتلعب ساعة خماسي في نجريج عندكم. مش كل الكور اللي بتجيلك في ليفربول جات لك واللي اسهل منها. وبرضو انت ما فيش فايده كنت بدافع عنك على طول مع الناس اللي بتقول صلاح ما بيأديش مع المنتخب زي ما بيأدي مع ليفربول، كنت زي الخرا. انا فرحان في المنتخب لاول مره اقول، ما عمري ما قلتها، فرحان في منتخب بلدي. فرحان. ليه؟ لانه بيدفع ضريبه الاختيارات المجامله. وبيدفع ضريبه المجامله. وبيدفع ضريبه مدرب بيجامل اللعيبه بس وبياخد بالاسماء. و... والتشكيل مجامله، اختيارات مجامله من الاول وتشكيل مجامله. ولاعيبه تحس انها رايحه فسحه وبتعمل اعلانات. انا ما بتفائلش بالاعلانات ولا اللي فيها فنانين ولا اللي فيها بتاع. اداء زي الزفت، من سيء لاسوأ. جبنا جون في اول دقيقتين، قلنا بس مصر هتفتح هدفين ثلاثة أربعة، مفيش. فوجئنا بموزمبيق انتفضت بعد الهدف ب 10 دقايق كده. شفنا فرقة تانية خالص. موزمبيق مصنف ثالث اصلا، مش اول ولا تاني. اداء ولا اجمل ولا اروع من فريق موزمبيقي. قدر يتعادل 1-1 وقدر يجي في الشوط الثاني وفي الشوط وبعديها بدقيقتين راح جايب الهدف الثاني من اخطاء دفاعيه ساذجه. محمد النني لعب مع شات خالص، بيلعب لعب مع شات. احمد سيد زيزو مش موجود، اخره يلعب قدام انبي، يلعب قدام البنك الاهلي، يلعب قدام فاركو. هو ده اخره اللي الزملكاويه طالعين بيه السما. محمد حمدي لعيب محلي خالص. احمد فتوح كان يلعب. يعني انا مش عارف يعني. قعد مروان عطيه عشان خاطر النني اللي عمال يباص ويلعب ساعه خماسي ورا. مصطفى محمد كان يلعب الشوط الثاني كان ينزل كهربا. يعني بصراحه انا مش عارف، تشكيل زي الزفت. احمد حجازي موقفين حاج بره، كانك كده بتلعب ساعه خماسي، وجه ابوك يقول لك انا نفسي العب يا ابني مشي كوره، انت جايب واحد عنده 50 سنه يلعب. حاجه يعني زي الزفت، حاجه زفت خالص. احمد حجازي. محمد عبد المنعم ريق، خلى محمد عبد المنعم بقى مستوى زي الخرا برضو. الدفاع خط الهجوم بتاع موزمبيق يعني مش قوي، ولكن بعزق كرامه الدفاع بتاعنا خالص. بطء في الاداء، مفيش ضغط، مفيش تحضير، لعب بتعالي. تتعالى على الكوره لازم تديك على عينك. تتعالى على الكوره لازم تديك على عينك. الملخص، رضا عبد العال كان عنده حق بقى. واضح كده ان احنا في البطوله دي هنقول رضا عبد العال كان عنده حق. لما انت عملت كده قدام موزمبيق، قدام غانا هتعمل ايه؟ قدام غانا، اسود افريقيا، هتعمل ايه الماتش الجاي؟ هتعمل ايه قدام غانا يوم الخميس؟ هتعمل ايه لما انت بتعمل كده؟ صلاح بيلعب ساعه خماسي، تحس ان هو بيلعب بنته مكه. نازل بيها الملعب عمال يبصلها. تريزيجيه مش موجود. اللعيبه مرهقه ومنهكه بدنيا خالص. ما استعدوش. الكرات العرضيه مفيش تمركز خالص، مفيش تمركز خالص في الكرات العرضيه. مفيش حلقه وصل بين المهاجمين والدفاع. محمد صلاح معتمد على الاوفرلاب اوفرلاب اوفرلاب. روي فيتوريا ما بيلعبش كره على الارض خالص خالص. مفيش تفاهم بين تريزيجيه ومصطفى محمد وبين صلاح، مفيش خالص تفاهم. احمد سيد زيزو تحس ان هو تايه، بيقول انا إيه اللي جابني هنا؟ اخر العب مع فاركو، واخر العب مع البنك الاهلي، واخري العب مع انبي. ده نتيجه حسين الشحات. ذنب حسين الشحات. حدش هيقول لي بقى ان عشان اهلاوي، لا. حسين الشحات النهارده لو موجود في الاداء ده كده كان حاط له جونين كده وعمل له اسيستين. حسين الشحات كده كان حاط له جونين وعمل له اسيستين. كهربا لو كان نزل الشوط الثاني كان فرق جامد بتحركاته. الشوط الاولاني كان مصطفى محمد كويس واختفى في الشوط الثاني خالص، اطلعه وانزل كهربا فايق ورايق وكل حاجه. احمد حجازي مخرف، كنت اطلعه وانزل ياسر ابراهيم، ما نزلوش اصلا احمد حجازي. ده الاهلي بعزق بكرامته الارض مع اتحاد جده. ازاي كده يعني؟ ايه الاداء ده؟ ايه البطء ده؟ ايه المجامله في الاختيارات دي؟ ايه المجامله في التشكيل ده؟ ايه ده؟ ايه المجامله دي؟ مجامله بصراحه زفت. روي المدرب بتاع موزمبيق ادى اداء ولا اجمل ولا اروع. احسن من روي فيتوريا مدربنا. يعني فاجئه بصراحه. روي فيتوريا زي الزفت، زي الزفت. ما بنلعبش كرة على الارض، الخطوط مش قريبه، ما بنضغطش كتله واحده، ما بنهاجمش كتله واحده، الخطوط بعيده عن بعض، ما فيش مثلثات، ما فيش تحرك بدون كرة، ما فيش لا مركزيه. صلاح مش موجود، كله بيدور على بيجري يدور على صلاح في كوره. صلاح لا موجود، لا في الالتحامات ولا في التسليم والتسلم، ولا في الهات وخد، ولا في التحرك بدون كوره. وتريزيجيه شرحه. مصطفى محمد تاهي لان ما فيش حد بيموله وتاه في الشوط الثاني. خط النص محمد النني بيلعب خماسي، عمال ياخد الكرة ويباصي على الجنب ويرجع لورا. حمدي فتحي مستواه زي الزفت.
امام عاشور نزل حرك المياه الراكده في صفوف المنتخب، حدث ولا حرج يعني. امام عاشور يبقى الماتش الجاي لازم تعدل، تخرج محمد النني، ما تلعبش بالاسماء، مش عشان محترف، مش شرط انه محترف فيلعب حلو يعني، مش عشان محترف. تخرج محمد النني، تنزل مروان عطيه، وتنزل جنبه امام عاشور، وجنبه حمدي فتحي. لكن النني ده ما بيلعبش في انجلترا، مش ممكن يعني. محمد صلاح مش شرط يلعب، محمد صلاح مش شرط يلعب. وبتنزلي مرموش، واخد مرموش وساب حسين الشحات، ساب حسين الشحات اللعيب المونديالي. مرموش نزل عمل ايه مرموش؟ يعني ايه مدرب مقتنع بان بالقناعات ان اللاعب المحترف هو اللي اولى؟ هو اللي اولى ايه؟ هو اللي اولى ايه؟ ده ذنب، مش هو خد ياسر ابراهيم؟ برضه ده ذنب ياسر ابراهيم، وذنب برضه حسين الشحات انه ما خدش حسين الشحات. وايه اللي منزل لي احمد سيد زيزو؟ انت لعبت بيه في الماتشات الوديه ولا في تصفيات كاس العالم عشان تنزله في ماتش زي ده؟ انت بتجرب؟ هو بيجرب؟ ايه الاداء ده؟ قاعد بلعب قدام موزمبيق حاسس ان انا بلعب قدام كوت ديفوار، حاسس ان انا بلعب قدام نيجيريا، حاسس ان انا بلعب قدام الكاميرون. موزمبيق انتفضت تعمل عليك ريمونتادا من 1-0، راكب الماتش من اول دقيقتين. ده انت خضتهم يا راجل، ده انت لو لعبت بعد اول دقيقتين اللعيبه بتسنتر، اول دقيقتين تروح حاطط جون. قلنا بقى هنحط الثاني والثالث والرابع. الشوط الاولاني زي الزفت ولا في فرص ضايعه ولا اي حاجه. الشوط الثاني راحوا حاطين التعادل، بعدين بدقيقتين راحوا حاطين الثاني. معقوله؟ ده انت لو شلت المنتخب كله بمحترفين وجبت الاهلي لكان ادى اداء احسن من كده. الاهلي كان لعب قصاد منتخبات، قصاد دول، كان ادى اداء احسن كده، كان يجيب البطوله الاهلي. ايه ده؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه روي فيتوريا؟ ما اعرفش، ما هو دايما بيجيبوا المدرب الاجنبي لما بيركز مع الاكل المصري بياخد الغباء المصري. خلاص ما فيش مدرب اجنبي، تحس ان ما فيش مدرب اجنبي موجود. ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ الواحد قاعد ملل. طب الماتش الجاي عندك غانا تصنيف اول، انت كنت بتلعب موزمبيق تصنيف ثالث ولا رابع كمان؟ رابع. انت هتلعب الماتش الجاي غانا تصنيف اول. طب لما نشوف هتعمل ايه. اديك اتعدلت، وغانا هتلعب بعد 5 دقايق، هتلعب الراس الاخضر. لو كسبت النهارده ركبت المجموعه، هتلعب معاك الماتش الجاي يوم الخميس باعصاب هاديه، باعصاب بارده. وليه يعني حسبة بيرما دي يعني؟ واحنا منتخب مصر من امتى بنلعب كده؟ في الاخر نتعادل بضربه جزاء، ضربه جزاء كده جت من عند ربنا. جونين بايلاق، الجون الاولاني بتاعنا بايلاق عماله خبطت في رجل صلاح مش شايف قدامه، عميان طرشان. صلاح طرشان، تجي له الكور سهله مفيش، بيجيب اصعب منها في ليفربول مفيش. محمد ليلو مصطفى محمد ربنا كرمه لف كده وراح حاططها جون بايلاق. الجون الثاني التعادل بتاعنا ضرب جزاء، والنبي الواد لو ما كانش ضربه ما كانتش هتيجي برضه، ما كانتش هتيجي. اداء زي الزفت، مفيش هجمه حقيقيه ضايعه. اللعيبه بتيجي قدام التلت الاخير بتاع الخصم مفيش، مش عارفين يعملوا ايه. محمد حمدي بيأدي اداء محلي خالص. ايه ده؟ ما احمد فتوح قاعد اهو، لعيب دولي ولعيب كويس ومأدي البطوله اللي فاتت اداء ولا اجمل ولا اروع يعني. ايه محمد حمدي يعني؟ انت تاخده في الماتشات الدفاعيه بس، لكن هو هجومي مش قوي. الاوفرات بتترفع في اليمين وفي الشمال. مفيش تمركز خالص في الهجوم، مفيش تمركز خالص. العرضيات بتتلعب على الارض، مفيش تمركز خالص. طب عمر كمال قد اهو احسن من محمد هاني. انا اهو اهلاوي بقول لك عمر كمال احسن من محمد هاني. طب انت ما شفتوش في التدريبات؟ ما شفتش ان عمر كمال عمال يرفع رفعات اوفرات احلى من محمد هاني؟ ما شفتش محمد حمدي عمال يلعب اداء دفاعي، بيستنى اللي جاي ويديله، بيستنى بتاع خط النص ويديله، بيستنى المهاجم ينزل ويديله؟ طب ما كان احمد فتوح بيعمل غارات وبيعدي وبيرفع وبيجري. ولا احنا ما بنفهمش كوره يا جماعه؟ مش معقوله يعني من اول ماتش كده نخش في حسبه بيرما ونمسك الاله الحاسبه. لو تعادلنا الماتش الجاي مش عارف نعمل ايه، لو لازم نكسب الماتش. طب وليه كده؟ ليه كده؟ من ساي لا هتفرحوا فينا. رضا عبد العال عنده حق. رضا عبد العال قال لك المنتخب زي ما يروح زي ما يرجع، مش هيصعد من الدور الاول. بالامانه لو المنتخب تعادل الماتش الجاي او خسر وما صعدش من الدور الاول، احنا نرجع كلنا نبص رجل رضا عبد العال صباع. محدش يفتح بقه تاني مع رضا عبد العال. يا رب ما تكسفونا بس قدامه عاملين نهاجمه ونشتم فيه وهيطلع هو صح في الاخر. حاجه زفت. واحد قاعد زهقان، احنا يتعمل علينا ريمونتادا نبقى كاسبين 1-0، يخش فينا جولين نتغلب 2-1 وفي الاخر نتعادل 2-2 بضربه جزاء مع مين؟ قصاد فرقه تصنيف ثالث ولا رابع؟ طب اما نشوف هتعمل ايه مع فرحان في المنتخب. لاول مره اقول لك، عمري ما قلتها في حياتي، فرحان في المنتخب عشان اختيارات المجامله والتشكيل المجامله، وعشان محمد صلاح فعلا كنت بهاجم كل اللي بيقول ما بيلعبش حلو زي ما بيلعب مع المنتخب، زي ما مع ليفربول. تستاهلوا. اما نشوفكم بقى تبقوا رجاله في الماتش الجاي ولا لا. نتفرج على ماتش ريال مدريد احسن وبرشلونه احسن من القرف اللي احنا شفناه والعك اللي احنا شفناه. بلا قرف يا راجل، بلا قرف، بلا حرق الدم. ايه القرف ده؟